الاستثمار اللي انت جاي تكلمنا عليه ده، استثمر فلوسك وما تستثمرش فلوسك. استثمر فلوسي ايه؟ هو انا معايا فلوس اساسا؟ هو انا لاقي اكل؟ يا حبيب قلبي انا المرتب بتاعي نص التزاماتي، يعني باجي افكر كده الالتزامات بتاعتي او المصاريف اللي عليا قد المرتب بتاعي مرتين، فانا اساسا مش لاقي اكل، انا مش عارف اكفي التزاماتي عشان تيجي تقول لي استثمر فلوسك. استثمر فلوسي ايه يا اخي؟ انت مش حاسس بينا؟ بقول لك مش لاقي اكل. انا باجي بس بقعد افكر في الالتزامات اللي عليا في القريب العاجل، سواء كان دروس العيال او لو العيال دخلوا الجامعه او لو عندي عيل وعايز اجوزه، انا بيجي لي احباط. انا حاسس ان انا هنتحر، انا هجيب له منين؟ ده انا هيك اساسا لو انا فضلت مكمل في الشغل. ناس كتير جدا صحابي اترفضوا من الشغل، شركات كتيره جدا بتقفل، البلد وضعها من سيء لاسوء. انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اروح فين. فما تجيش تكلمني في استثمار وانا مش قادر اكفي نفسي. صح؟ الكلام ده منطقي على فكره، ويبان منطقي جدا في الاول، والكلام ده انا سمعته من ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت. لو فكره انت بتتكلم في حاجه والناس اساسا الواقع اللي عايشينه في حاجه تانية خالص. انا معاك جدا في اللي انت بتقوله، وانا متفهم جدا وعندك حق بنسبه كبيره، صح. ما تجيش تكلمني في استثمار وانت مش لاقي تاكل. كفي نفسك الاول وبعد كده نفكر في الاستثمار. كلام يبان منطقي، لكن تعالى مع بعض دلوقتي كده نفكر في الموضوع ده بموضوعيه. انت دلوقتي مش لاقي تاكل، وعلى فكره لا انا احسن منك بكتير ولا اللي حواليك احسن منك بكتير، عشان بس تبقى فاهم. بس خليني متفق معاك وخليني مركز عليك انت بس. انت مش لاقي تاكل، انت وضعك سيء جدا، انت ممكن تترفد من الشغل، انت كل حاجه على عيني وعلى راسي. انا متفاهم جدا كل الكلام ده. انت عندك حل من ثلاثه مالهمش رابع. فكر فيها كده، هتلاقي حل من ثلاثه من اللي انا بقول لك عليهم مالهمش رابع. الحل الاول هو انك تستسلم تماما وتسلم، ترفع الرايه البيضاء، تسلم تماما، وبالتالي انت هتترفد من الشغل اللي انت فيه وهتفضل قاعد من غير شغل خالص، وحالك هيبقى اسوء. خلاص انت سلمت، انت استسلمت. انا مش قادر اشتغل، انا مش قادر اعمل حاجه، الوضع صعب جدا عليا، انا مش هعمل اي حاجه. فانت كده الحل الاولاني ده هيوصلك لايه؟ هيوصلك لاسوء، ان انت حتى مش عارف تجيب نص مصاريفك. صح؟ ده الحل الاول. الحل الثاني اللي هو اغلبياتنا بنعمله، اغلبياتنا حرفيا بنعمله، اللي هو فكره انا بقعد اندب طول الوقت، بقعد طول الوقت اشتكي، بقعد طول الوقت اندب، بقعد طول الوقت اصوت واولول على حاجه مش هتتغير. والله اقسم بالله العظيم ما هتتغير. وضع البلد من سيء لاسوء، هيفضل من اسوء لاسوء لاسوء لاسوء. النهارده احسن من بكره، وبكره احسن من بعده. هي كده، لازم انت تبقى فاهم كده. اغلبيتنا بنعمل ايه؟ اغلبيتنا بيعمل ايه؟ اغلبيتنا بيقعد يشتكي ويصوت ويولول، وبعدين في حاجه بتتغير؟ لا، بيفضل مكمل في نفس الوظيفه اللي هو فيها، بيفضل بيجيب نص مصاريفه او نص التزاماته. كلنا كده، اغلبيتنا كده. بس في الاخر انت عملت حاجه؟ لا. ليه؟ لانك طول الوقت عمال تشتكي. انت خلاص، انت برضو سلمت نفسك لفكره ان الوضع سيء، فكفايه قوي اللي انا فيه ده، كفايه قوي اللي انا فيه، بس اكفي بس المصاريف بتاعتي، انا طموحي ان اكفي المصاريف بتاعتي، وهتفضل قاعد محلك سر. ده الحل الثاني. الحل الثالث اللي هو اللي انا طول عمري بتكلم فيه، اللي هو فكره غير عقليتك. انا صحيح باجي بتكلم كتير في استثمار عقاري وقاعده الذهبيه للاستثمار العقاري وي وكلام كتير. انا فاهم ان الكلام ده محتاج فلوس عشان تعرف تطبقه، على عيني وعلى راسي، والله العظيم كلامك صح 100%. لكن في نفس الوقت انت محتاج تجهز نفسك. لازم انت تفهم كويس ان عقليتك اساسا مش متغيره. لا عقليتك ولا عقليتي ولا عقليتنا كلنا متغيره. احنا لازم نغير عقليتنا. طول ما انت حاطط في عقليتك ان الوضع سيء والوضع زباله والوضع مش عارف ايه والوضع من اسوأ لاسوأ، عمرك ما في حاجه هتتغير. انا مش بقول لك ما تلاحظش ان الوضع سيء، لا هو فعلا الوضع سيء، هو فعلا وضع سيء جدا كمان. مش سيء بس عليك، سيء على الناس كلها. حتى لو عليك اكتر شويه، سيء على الناس كلها. هو الوضع سيء جدا. انا مش بقلل من سوء الوضع، انا بقول لك انت لما هتقعد تشتكي مش هتغير حاجه، لازم تاخد خطوه. فانا مش بكلمك في عالم وانت في عالم، بالعكس انا بكلمك في لب موضوعك، انك دايما في كل الفيديوهات بتاعتي انا باجي بتكلم في نقطه، غير عقليتك. خليك عارف كويس، ناس كتيره بتيجي مره واحده كده بينزل لها فلوس، سواء كان ورث او مش ورث او غيره ايا كان، مره واحده بيجي لها فلوس ما بتعرفش تعمل بيها حاجه، ما بتعرفش. مش عايز اقول لك اكتر من 95% من الناس ما بيعرفوش يعملوا حاجه بالفلوس. عشان كده الاحصائيه اللي اتعملت على فكره لعيبه الكوره ان هم بيفلسوا بعد ما بيعتزلوا على حسب من رينج من 5 ل 10 سنين، حوالي 70 80% من اللعيبه او من الرياضيين اللي معاهم فلوس متلتله، وكلنا عارفين معاهم فلوس متلتله، بيفلسوا من 5 ل 10 سنين بعد الاعتزال، لان هو ما اتعلمش حاجه عن اداره الفلوس. هو متعود على لايف ستايل معين، عايز يكمل في نفس اللايف ستايل بتاعه ده، وهو ما بقاش بيدخل، هو خلاص اعتزل، فعشان كده بيفلس. ليه؟ لانه ما عندوش عقليه، برغم ان هو معاه فلوس. حد تاني انت تعرفه وانا اعرفه كلنا نعرفه، تلاقيه وضعه صعب جدا بس عمال يكبر شويه شويه، ما بقاش معاه الفلوس اللي مع لعيب الكوره او مع اي رياضي، بس عارف يكفي التزاماته وعارف يدير فلوسه صح واموره ماشيه بنسبه ما. فالفكره كلها هنا بتعتمد على فكره عقليتك. فكر كويس، انت دلوقتي لو جه في ايدك مليون دولار هتعمل بيهم ايه؟ هتعمل بيهم ايه؟ انا متاكد انت دلوقتي وانت دلوقتي بتسمعني هتلاقي نفسك دماغك اتشتتت تماما. بجد اسال نفسك السؤال ده، انت دلوقتي معاك مليون دولار هتعمل ايه؟
هحطهم في البنك والبنك يديني نسبه، في مشروع واحد صاحبي مش عارف ايه، اصل استنى انا بص انا بفهم كذا، هفتح لي مشروع كذا. تفهم ايه في المشروع اللي انت بتفهمه؟ عندك خبره فيه ايه؟ درست ايه؟ عارف السوق ايه؟ تعرف حاجه عن السوق؟ ما تعرفش اي حاجه. تدرس ايه؟ انت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه. هتكتشف في الاخر ان انت حتى لو جالك فلوس ممكن الفلوس اللي معاك دي تضيعها. فانت لازم انت تكون مهيأ اولا ان انت لو جات لك الفلوس تعرف تتصرف بيها، ولازم انت تكون مهيأ نفسيا داخليا ان انت عايز تخلي وضعك احسن، لان قعدت تشتكي مش هتغير حاجه. فالحل الوحيد هو انك تبتدي تزود من قيمتك وسط المجتمع، وانك تفهم يعني ايه ازود من قيمتي وسط المجتمع. ده يتطلب منك انك تقرا، ده يتطلب منك انك تتعلم، ده يتطلب منك انك تضيع مجهود بدل ما تضيعه على فكره الشكوى، تضيعه على فكره انك تتعلم حاجه. تفهم ان الناس هتدي لك فلوس على القيمه اللي انت بتقدمها. اي حد جنبك في الشركه بياخد قدك 50 مره، رئيس مجلس الاداره بياخد قدك 50,000 مره، مش عشان حاجه، عشان القيمه اللي هو بيقدمها. هو بيقدم قيمه اكتر منك مليون الف مره، واكتر مني مليون الف مره، عشان كده بياخد قدي وقدك مليون الف مره. بينما احنا موظفين عاديين بناخد مرتب معين عشان القيمه اللي احنا بنقدمها قد كده. فانت لو قعدت تفكر ان ازاي ازود القيمه بتاعتي او القيمه اللي انا بقدمها للشركه اللي انا فيها، على سبيل المثال الشركه تدي لك مرتب اعلى غصب عنها، ولو الشركه دي ما تديلكش مرتب اعلى في شركه ثانيه هتروح تدي لك مرتب اعلى. عشان كده انت لازم تفهم الحاجات دي. مفيش اي حاجه هتغيرك او هتغير الواقع اللي انت عايشه غير انك انت تتغير من جوه. ودي اصعب حاجه، اصعب حاجه على فكره، ان انت تيجي تغير دماغك. تخيل حد على سبيل المثال جه قال لك، على سبيل المثال لو انت مسلم الاسلام كله غلط، او لو انت مسيحي المسيحيه كلها غلط، او النصرانيه كلها غلط. تخيل انت الموضوع ده، هتلاقي دماغك لفت. انت عمرك قعدت تفكر في الموضوع ده؟ دايما اسال نفسك السؤال ده. افترض الوضع الحالي اللي انا فيه كله غلط، كل حاجه انا بعملها دلوقتي غلط، وحاول تثبتها. لو عرفت تثبتها معناها ان انت فعليا ماشي غلط، يبقى لازم تغير من نفسك. وده الواقع اللي كلنا عايشينه، احنا كلنا عايشين غلط، احنا مش عارفين نكفي التزاماتنا، يبقى في حاجه غلط. ناس تانية عايشه معاها فلوس متلتله، صح؟ ناس تانية مكفيه التزاماتها، وبيقعدوا بس يوهمونا ان الناس اللي معاها فلوس، زي ما انا طول عمري حاطط في دماغي، الناس دي سيئه والناس دي شريره والناس دي مجرمه. الناس دي مش مجرمه، ان في ناس معاها فلوس كويسه جدا. افتح السيره الذاتيه، افتح السيره النبويه، افتح اي كتب الصحابه، هتلاقي فيه ناس كتير جدا من الصحابه كان معاهم فلوس وكانوا ناس كويسه جدا، صحابه. وده ملوش علاقه خالص انك تبقى سيء او وحش. الفلوس بتساعدك تعمل حاجات غلط على عيني وعلى راسي، بس مش معناها ان بقى معاك فلوس هتبقى انسان سيء خالص. فاللي انا مش عايز اطول عليك في الفيديو، الفكره كلها اللي انا عايز اقوله لك، انا متفاهم جدا اللي انت بتتكلم فيه، انا مش جاي اكلمك في عالم تاني، انا جاي بغير عقليتك وبغير عقليتي معاك على فكره. وعلى فكره اللي انا بتعلمه باجي على طول اعلمه لكم، يعني الحاجات دي مش عندي من 50 سنه لا خالص. على فكره انا اللي عندي باجي اقدمه لكم، انا مش احسن من حد في حاجه، كلنا عايشين في الوضع الجميل، الوضع السيء الواو اللي كلنا عايشين فيه. بس الفكره كلها ان انا اللي عايزك تفهمه ان لا انك تستسلم او تسلم نفسك هيوصلك لحاجه، لا انك تفضل قاعد تندب وتشكي زي 95% من الناس وتسيب وتخلي نفسك في الشركه اللي انت شغال فيها ووضعك تفضل زي ما هو هيغير حاجه. الحاجه الوحيده اللي هتفرق معاك انك تفهم كويس ان انا وانت دماغنا متركبه غلط، ان انا وانت لازم نغير دماغنا، ان انا وانت لازم نبتدي ناخد اكشنز عشان نوصل لحاجه. لان في ناس تانية واصله واحنا مش واصلين، في حاجه هم عارفينها واحنا مش عارفينها، وده يتطلب مننا ان احنا نعمل مجهود ونفهم ايه هي الحاجه دي ونشتغل عليها لحد ما نوصل لها. وما تيأس، whatever it takes. هتاخد وقت، هتاخد مجهود، هتاخد حاجات كتيره هتخسرها في النص، هتضحي بحاجات كتيره مش مهم، بس في الاخر لازم توصل لهدفك، صح؟ بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. بعتذر لو طولت عليكم، بس الموضوع كان مهم وكتير سمعته من الناس الفتره اللي فاتت، فقلت بس ايه اشارك رايي في الموضوع. ولو انتوا ليكوا راي او اي تعليق اكتبوا لي تحت في الكومنتس، هرد عليها كلها باذن الله. وفي نفس الوقت زي كل مره في اخر كل فيديو، خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام.